احنا بنصوم علشان نحس بالفقرة ولا عشان جسمنا يستفيد؟ طب تعرف ان صيام يوم واحد من رمضان بيعادل 4 ايام من نظام الصيام المتقطع؟ معاكم اخصائية التغذية سارة عصام من برنامج معلومة خفيفة. تعالوا نعرف فوائد الصيام على جسمنا وايه اللي بيحصل في جسمنا لما بنصوم. اول حاجة الجسم بيعملها اثناء الصيام انه بياخد طاقته من الجلوكوز اللي في الجلايكوجين من الكبد، والطاقة دي ممكن تقعد لحد 12 ساعة، وبعدها لما المخزون بيخلص الجسم بيبتدي يكسر الخلايا الدهنية وينتج منها طاقة. ومعلومة كده، الطاقة اللي بتطلع من الخلايا الدهنية بتكون طاقة خفيفة شوية، يعني لما تحس بتعب في الصيام افرح علشان كده انت بتحرق الدهون. ده فيه كمان فوائد أجمد على صحتك. أولا إحساسك بالجوع بعد أول كام يوم من الصيام بيبتدي يقل. طب ليه بقى؟ علشان الهرمونات الثلاثة دول بيشتغلوا أحسن في الصيام. أولا الكورتيزول، ده هرمون التوتر اللي بيعلي معدل السكر في الدم وبيخلي عندك شراهة للسكر، ومعنى إن سكر الدم عالي فأخونا الحبيب هرمون الأنسولين برضو بيعلى، وده لما بيعلى محدش بيقدر يوقف تخزين الدهون في الجسم. في الصيام بقى بيحصل للاتنين دول استشفاء وبيقل التوتر وتخزين الدهون. أما الهرمون الثالث هو الليبتين، وده هرمون الشبع اللي نسبته بترتفع في الصيام وتساعدنا ناكل أقل كتير. ومن فوائد الصيام كمان إنه بيقلل السيتوكاينز، ودي خلايا زيادتها في جسمنا خطيرة علشان بتزود الالتهابات، وكمان بتزود الماكروفاج، ودي خلايا مناعية بتقتل المرض أو أي ميكروب في الجسم، وبتقلل ظاهرة اسمها أوكسيديتيف ستريس، ودي عبارة عن عدم توازن بين الفري راديكالز اللي بتزود الالتهابات في جسمنا والأنتي أوكسيدنت اللي بتقلل الالتهابات في جسمنا، وده بيقلل خطر الإصابة بأمراض السرطان. وآخر فايدة وأهمها إنها بتزود عملية الأوتوفاجي، ودي عملية في الجسم بتحلل الخلايا القديمة والتالفة وتعيد تدويرها لوظيفة الجسم محتاجها، ودي بتشتغل أكتر وقت الصيام.